يا صباح الخير يا حبايب قلبي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. وحشتوني من اخر فيديو كنا فيه مع بعض. جايلكم النهارده بيوم جديد وفيديو جديد. طمنوني عليكم يا بنات، عاملين ايه؟ ولو اول مره تشوفوني دي قناتي، ولو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولايك للقناه وتعليق حلو كده زيكم. جايلكم النهارده كده بفيديو مسمي بسم الله كده ونصلي على الرسول. وجايلكم النهارده نعمل اكله ايه حلوه كده حرشه. انا كنت صايمه فقلت بقى اعمل اكله ايه كده ادلع نفسي قبليهم بصراحه. فالنهارده كده اليوم ده كان سابع يوم صيام ليا تقريبا. فقلت بقى اعمل حاجه حلوه كده ويا ريتني ما عملتها، مش عشان حاجه كانت تحفه والاكله كانت جميله، بس الميه قطعت وقعدت كام يوم، 4 ايام الميه قطعت. تخيلوا بقى الأكلة دي مع المية القطع 4 أيام، لكم أن تتخيلوا المطبخ كان منظره عامل ازاي. وطبعا انتوا عارفين ان انا بادئه التنظيفات بتاعة رمضان وكده، فكنت غاسله بقى الحافظات والستاير والانتريه. اخر فيديو كنت منزلاه لما شلت فرش الانتريه، هو يا دوب خلصت فرش الانتريه من هنا والميه بقى قطعت من هنا، ملحقتش بقى اعمل اي حاجه. هو اليوم ده اللي عملت فيه الاكل واللي كنت بعمل هنا وهنا يعني. وقعدت بقى 4 ايام من الشقة ما كانتش تتشاف ولا يتقعد فيها، ولا المطبخ ولا بقى مية. وانتوا عارفين طبعا البيت فيه اطفال مع عدم وجود مية، فالدنيا بتبقى عاملة ازاي. معلش بقى رغيت معاكم كتير. نسمي بسم الله كده. وكنت عاملة بقى صينية مكرونة بشاميل، عن يعني خطيرة خطارة ملهاش ادنى حل. بحبها اكتر بالفراخ، فكنت عاملاها بالفراخ. وعملت صينية جلاش. وعايزاكوا تقولولي يا بنات، انتوا لما بتعملوا المكرونة البشاميل بتحطوا قد ايه لبن؟ يعني انا عن نفسي انا بعملها ب2 كيلو لبن. الله اكبر الله اعظم، ده اذان المغرب يا بنات. ثانية واحدة الاذان يخلص وهرجع لكم تاني. بس كده يا بنات، وزي ما كنت بقولكوا كده الاذان خلص ورجعت لكم تاني. وكنت عاملاها بسوي صينية مكرونة بشاميل بالفراخ وصينية جلاش. فاول حاجة كده قطعت البصل وحطيته على في حتة سمنة كده وحبة زيت، وحطيت البصلة تدبل. وبعد كده حطيت الفراخ وشوحتها. حطيت بقى البهارات بتاعتي، مكعب مرقة وفلفل اسود وحبة بابريكا، بس كده ما بكترش. لو عندك بهارات فراخ حطي، انا ما كانش عندي فما حطيتش، والمرقة بتغنيني بصراحة. هنا بقى البشاميل، ودي احسن طريقة تعملوا بيها بشاميل يا بنات وعلى ضمانتي. ولو حصل حاجة تعالوا واسألوني انا، وانا اللي يعني انا قد كلامي. يعني لو حصل حاجة قولولي وانا هظبط لكم الدنيا. قسما بالله احسن طريقة تعملي بيها بشاميل. اول حاجة هنا انا كان عندي حتة زبدة، فحطيتها مع حبة سمنة مع نقطة زيت صغيرة. مش عايزة ما تحطيش، هي مش بتضيف اي حاجة. وبحط على حبة سمنة كده محترمين، و5 معالق دقيق. 5 معالق على ال2 كيلو لبن، 5 معالق دقيق. وما تكتريش دقيق، هو كده بيبقى قوامه مظبوط بصوا على الشعر. فبفضل بقى اقلب كده في الدقيق والسمنه. وخليكوا بقى يعني مركزين في درجة اللون اللي هوصلها، ولا تزيدوا عنها ولا تقلوا عنها. تفضلي تقلبي لحد ما تحس ان هو بيفرول كده، طلع زي اللي في الجناب كده، بيتحمر بس ما تحمروش قوي وتحرقي وترجعي تقولي ان انا السبب. وقسما بالله لو عملتها بطريقتي
ملهاش ادنى حل. واللي يجربها يكتبلي في التعليقات كانت عاملة يعني طعمها عامل ازاي معايا بالمقادير وبالطريقة بتاعتي. والله يا بنات جامدة. بفضل كده اقلب بقى في الدقيق لحد ما هو كده بصوا خلاص اهو. ولازم يعني الدقيق يبقى سايح في السمنة كده، مش بيبقى مكتل كده. انا بشوف ناس بتعمله بيبقى مكتل كده لا، لازم الدقيق يبقى سايح كده في السمنة. وانزلي بكيلو اللبن، يعني بكمية اللبن اللي انت بتنزلي بيها انزلي بيها مرة واحدة، مش تفضلي تحطي بق وتقلبي هيكلكع منك. انا بعمله كده. فقمت حاطه هنا اول حاجه كيلو اللبن. انا كان عندي كيلو في الفريزر، فعمال ما طلعته وساح وكده على النار، فحطيت اول حاجه اللي هو ده، وتاني حاجه واللبن التاني اللي هو كان في اللبانه كنت بعمله على النار، بسيحه على النار. وحطيت الاتنين اهو مع بعض، وده سخن وده كان ساقع. ونزلت بالحليب كله مره واحده، ما تنزليش بيه حبه حبه هيكلكع منك. بس وبحط بقى كده وبقلب، وبعدين يمكن بحط مكعب مرقة وحبة فلفل اسود وحبة ملح. والبشاميل كل ما تقللي فيه الملح كل ما تحسي ان انتي بتعملي كريمة مش بشاميل، طعم قشطة كده. والله ما تزوديش الملح في البشاميل، مش بيبقى حلو خالص. وافضل بقى اقلب فيه اهو، حبة الملح هم حبة ملح صغيرين، بيبقى طعمه خطير والله يا بنات. وهنا بقى قلبت بفضل اقلب فيه لحد لما ما بسيبهوش، يعني بصراحة بفضل اقلب فيه كده لحد لما القوام يتقل وخلاص كده بدفع عليه. وهنا اهو قرب كان يعمل. سرحته في هنا، حسيت ان هو كان عايز سيكة كده ملح، قمت حاطاه. اعملوها يا بنات اول يوم رمضان والله هتعجبكم، وعلى ضمانتي. ولو حصل حاجة انا اللي هديكوا حق التكلفة كلها، وعلى ضمانتي وقسما بالله. وهنا كان عندي جبنة اللي هي المثلثات دي، حطيت 3 بيديها طعم حلو. ولو ما عندكيش مش اساسي يعني، انا كان عندي فحطيتها، لو مش عندي مش حاجه اساسيه يعني في البشاميل بتاعي، بس هي كانت عندي قمت حطاها. كانت بتاعت ابله غاليه، فغاليه كانت عند تيتا، فقلت يلا مادام هي مش موجوده نحطها. بس هنا بقى كنت بتبل البانيه، كان اخر حاجه بحطها ليه الملح. وعلى حسب ما اتعودت انا لازم في الملح بخليه اخر حاجه في اي اكل ليا، بحب احط الملح اخر حاجه، انا اتعودت على كده. وهنا كنت بعمل ملوخيه، والملوخيه اللي هي الاكياس دي فانا مش بحبها قوي، بس يعني هو بقى كنت صايمه واستسهال والملوخيه اصلا في السوق ساعتها ما كانتش حلوه، فقلت يلا بالمره. فكنت بوريكم كده ان انا يعني بعملها بشوربه كدابه. بحط الميه ومكعب مرقه وحته سمنه وحبة فلفل اسود والملح، وبسيبهم كده يغلوا مع بعض، وهي دي الشوربة الكدابة. وعامة انا لو عندي اي نوع شوربة ما بحبش اعمل بيه ولا ملوخية ولا لسان عصفور، بحب اعملهم بمية. هنا بقى كنت بقلب بقى اطبق صينية المكرونة. بحط، وانا بحط على الصينية دي، يعني هو الكيس لو انت شفتوه هو كيلو، يعني انا خدت منه بتاع 600 جرام بالظبط. بالظبط 600 جرام. واتبقى منه، يعني انتوا هتلاقوني هنا هتشوفوا دلوقتي واتبقى منه كمان. يعني هو انا بحط كيس واحد بس مكرونة على كمية على الصينية دي، على حجم دي اكبر صينية عندي في الطعم اللي هو البايركس ده، هي دي اكبر صينية عندي. بحط لها كيس مكرونة واحد. هنا كنت بقلب المكرونة على البشاميل.
وبحبها كده غرقانة بشاميل، الدنيا بشاميل. بصوا هنا حطيت برضو بشاميل قبل ايه ما احط الفراخ، حطيت برضو ايه حبة بشاميل كده عشان تبقى منغنغة كده بشاميل، تبقى جوسي كده وطعمها تحفة. انا حاسة انا عايزة اعملها تاني، بس هي مشكلتها معايا اليوم ده، واتضايقت قوي لما المية قطعت والمواعين والدنيا اللي كانت خربانة عندي، يا لهوي منظر ربنا ما يكتبه على حد اما المية تقطع في بيت. بس هو الموتور كان بايظ، يعني المية مش قطع، يعني الموتور كان بايظ على ما صلحوه، والراجل خده وقعدوا عنده مش عارفة كام يوم حوارات. يعني بصوا خليت حبة مكرونة تانيين، عشان مش بحب الطبقة كمان اللي هي بتبقى فوق اكتر، ما بحبهاش تبقى المكرونة كتير كده اوفر فيها، لا بحبها هي يعتبر ايه مكرونية جنب مكرونية، بتبقى وغير بقى الباقي البشاميل تبقى تحفة 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 تحفة. قولولي انتوا بتعملوا البشاميل طب ازاي بتاعكم؟ في ناس بتعمل البشاميل ده على البارد، بتقلب الدقيق على اللبن ويحطوه في الاخر بعد ما بيغلي خالص بيقوموا حاطين له حتة سمنة. في ناس بتعمله من غير سمنة خالص، بس ما جربتوش بصراحة. انا لو عندي اللي هي الكريمة بحطها على الوش، وما بحطش على الوش بيض خالص. لو المكرونة البشاميل اللي لقيت على وشها بيض مستحيل 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 احطها ببقي، مستحيل اكلها. بصوا هنا الجبنة المثلثات دي ما كانتش ساحت، فبوريها لكم ان هي دي جبنة مش كلكعة في البشاميل ولا حاجة. انتوا شايفين البشاميل عامل ازاي؟ زي الكريمة بالظبط، قشطة كده قشطة. كتري بقى وبلاش تستخسري في دي، كتري كل ما تكتري بشاميل كل ما الطعم يبقى معاكي في حتة 13 خالص. واللي بيتابعني يا بنات يقولي هو بيتابعني منين، ياريت في التعليقات كده وتعلقوا عشان الفيديو ده الفيديوهات اللي انا بنزلها توصل لغيركم، واعملوا شير كده للفيديو لو عجبكم. عايزين بقى القناة تكبر كده بيكم بإذن الله وبدعمكم معايا، وتشجعوني عشان انزل فيديوهات. كل ما بتشجعوني كل ما بتحمس ان انا اعمل فيديوهات اكتر. وهنا بقى كنت بعمل صينية الجلاش. بصوا هي دي طريقة من ضمن طرق انا بعملها، يعني انا مش ببقى ثابتة في طريقة للجلاش عشان اكون صريحة معاكم، فدي طريقة من ضمن الطرق وحلوة مش وحشة. دي بطريقة كده اللي هي شبيهة للبيتزا الشرقي. بصوا انا هنا كنت سيحت معلقتين سمنة كبار، وحطيت ربع كيلو لبن. وبالمناسبة يا بنات انا بحب اللبن البلدي في الاكل اكتر من اللبن اللي هو المعلب ده. بصراحة اللبن المعلب ده اللي هو جهينة او المراعي، والمراعي اكتر في الايس كوفي، في الحاجات اللي هي زي كده. بس غير كده انا عمري ما اشربه، ولا بخيره ده عمري في حياتي كده ما اشربه، ولا يجي معايا بجملة مفيدة نهائي. هنا كنت حطيت بقى ربع كيلو لبن على معلقتين سمنة كبار على نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، بيديله هشاشة كده بيبقى طعمه خطير. الطريقة دي برضو جربوها هتعجبكم، اللي هو هي منها بتبقى حاكمة الحشوة اللي جوه ما تطلعش، يعني عشان لو عيل ما تطلعش منك في الصينية، يعني هي كده بتتقطع. وفي طريقة تانية هعملها لكم بتبقى عاملة زي، هبقى اعملها وهصورها لكم عشان ما تتلخبطوش وخليكم مركزين
في الفيديو واتفرجوا على الفيديو للاخر، وهستنى تعليقاتكم في الفيديو ده. القناة بيجي عليها مشاهدات بس ما بيجيش عليها تعليقات، ليه؟ طيب علقوا واشتركوا في القناة وخلي القناة تكبر بيكم. وهنا بقى كل طبقة كنت برصها بحط فرشة كده هنا بالخلطة اللي انا عاملاها دي، وبحط منها. جبتوا زينة رمضان ولا لسه يا بنات؟ انا نازله ان هخلص الفيديو ده وانزله لكم وهلبس وانزل اروح اجيبها. انا متضايقه قوي ان انا كان عندي اللي هي الستاره اللي هي بتاعه الهلال والنجم، واتضايقت قوي 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 يوم سبوع غاليه، كان سبوع غاليه في رمضان، وانا معلقه طبعا الزينه بتاعه رمضان والحاجه اللي هي اليوم السبوع قطعوها وانا ما خدتش بالي اصلا. فبطلع الحاجه امبارح وكده وبجرب وبشوف ايه اللي انا عندي وهجيب ايه تاني اكمل بقى. قلت هكمل، لقيت البتاع هي في كام فرع فيها شغال يعني، وحاجات كده مقطعه، فاتضايقت اوي. كنت جايباها والله جديده، وكنت جايباها غاليه مش رخيصه، كنت جايباها ب300 وحاجه. فحاسه ان انا من امبارح وانا متعكنينه بسببها، قايمه مصدعه من النوم بسببها وقسما بالله. هنا بقى خدتوا بالكم، معلش عشان انا سرحت معاكم في الكلام، انا فتحت معاكم في الكلام رغايه قوي. بصوا هنا كل طبقه كنت بحطها، حطيت الحشو في النص بعد ما عملتها نظام ورده كده، وحطيت الحشو بعد كده قمت مطبقه، وبرده كل رق بطبقه وبقوم حاطه كده دهنه الخليط اللي انا عاملاه اللي هو اللبن بالسمنه بحبه البيكنج باودر. وهنا عملت خليط تاني وحطيته برده، هي المفروض بتتسقي، انا عملت بس يعني اما جيت دخلتها الفرن وقمت مظبطاها. هصور معاكم بقى الزينة وانا بعلقها، عشان كل مرة بعلقها قبل رمضان بيومين، فهعلقها يعني اليومين دول عشان عايزاها تقعد فترة اطول احس بيها. بصوا هنا انا كانت الشوربة اللي انا عاملاها كانت غليت، كنت ظبطتها بقى وظبطت الملح بتاعه وظبطت كل حاجة. وهنا قمت حاطه كيس الملوخية، والملوخية اللي هي الاكياس دي بتتعمل بالطريقة دي عشان ولا تسقط منك ولا تبقى زيها، يعني زي اللي انت بتخرطيها بالظبط، اللي هي بتجيبيها فريش. اول ما تحطي الملوخية اطفي النار. بصوا انا طفيت اهو النار. هنا بقى كنت رجعت ولعت النار بقى بعدها بشوية، انا هنا كنت اصلا نزلت جبت حاجات وطلعت تاني، وكنت بحمر هنا لسان عصفور. ورجعت اهو ولعت عليها، تلاقي النار كده على اليمين كده ولعة عشان اعمل لها بقى الطشه. يعني بعد ما خلاص بقى اتظبطت وبقت تمام، قمت قلبتها كده بالشوك عشان تعمل معاكي عرق زيها زي الفريش بالظبط. وهنا بقى كنت بعمل الشوربه، خلصت. بحط لها برضه مكعب المرقه وحبه فلفل اسود حبه الملح بظبطها. هتعملوا اكل اول يوم رمضان هتعملوا اكل طبعا 99.9 100% كله هيعمل محشي وبط، محشي وفراخ. بس انا يا بنات بسبب المرارة انا ما بقيتش اكل المحشي خالص، انا بموت فيه. بس اخر كام مرة اكلت فيهم محشي كنت بموت. اخر مرة دي قسما بالله نزل الفجر، احمد نزل الفجر جاب لي العلاج، جاب لي الحقنة اللي هي البورتالين دي وخدتها، كنت بموت لما اكلت المحشي، فمستحيل اكله تاني.
لما اعالج بقى المرارة بصراحة، وهعالجها بسبب المحشي. يعني انا كنت بعمل الطشة، واللي جرب الطشة في الألمونيا، في الطبق الألمونيا، يقول لي في فرق ما بينها وما بين لما بتعمليها في حاجة جرانيت او كده ولا لا. انا بحس ان في فرق، وبحبها في الألمونيا، وبحب اعملها على طول في الألمونيا. هنا بقى كنت حمرت التوم وحطيت معلقة كزبرة كده محترمة، وشمي بقى الطشة وشمي الروايح، يا نهار ابيض، جامدة جامدة جامدة. وانزلي بقى واعملي الشعة بتاعتك كده، وايه، حبة ملوخية يتاكلوا كده اكل. انا بقى كنت بغرف، بس يعني كانوا بقى ايه، كله جاع بقى خلاص، مستعجلين. وهنا انت هتلاقوني حاطه الفوطه وحاطه عليها البايركس، عشان كنت لسه مطلعاها من الفرن، ومش هينفع ان انا احطها على الرخامه كده. انا بخاف اصلا وانا بعمل اي حاجه في البايركس ده بكون مقلقه بصراحه. فقمت ايه الضمان كده، قمت جايبه فوطه نظيفه كده ومطبقه وحاطاها. وهنا بقى كنت بغرف الاكل، كانوا كلهم واقفين ورايا جعانين ميتين من الجوع. قلت لهم بس خلاص ثواني، وانا مش هعمل ده كله في الاخر، مش هصور وانا بغرف، استنوا الدقيقتين 3 دول بس كده يا بنات. وكنت بغرب بقى، وبصوا بقى المكرونه وهي طالعه من الفرن كده جوسي كده وسايحه في قلب بعضها. انا ما بحبش اكل المكرونه خرطه كده، اللي هي تبقى خرطه بخرطتها، بحبهاش، نو خالص، نو نو نو. بصوا الملوخيه تحلفي ان هي معموله فريش فريش وفرافيش والله. يعني اللي يدوقها، يعني لو انا عن نفسي كلتها بالطريقه دي لان انا بعرف افرق حلو قوي، بالذات في الملوخيه، ان هي تكون فريش ولا اللي هي الاكياس. لما بنجيب اكل من بره وكده وبلاقيه الملوخيه بتاعته كده، عمري ما اكلها، ما بحبهاش، وما بحبش الملوخيه بتاعت بره اصلا. يعني لو جبنا اكل وهو احمد جنب ملوخيه، ما بحبش اكلها كتير من بره. بصوا بقى المكرونه هي لسه طالعه من الفرن كده وسايحه، يا نهار جوسي كده، انا بحبها كده سايحه في قلب بعضها. بس كده يا بنات، وكده الفيديو يكون معانا خلاص خلص. ولو عجبك ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وكل سنة وانتم طيبين. وهستنى تعليقاتكم، تعلقوا على الفيديو وتقولوا بتتابعوني منين، عشان عايزين القناة تكبر بيكم. هفضل كل شوية كده افكركم. باي باي، مع السلامة.